السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في ملعب تيتو. في حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة أوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية، وكمان هنتكلم ونقول ما هي القناة الناقلة لهذه المواجهة النارية. بس قبل ما نتكلم في أي حاجة نبدأ بأي حاجة، صلي على النبي واعمل لايك وسبسكرايب للقناة لنستمر في مواقع قادم إن شاء الله. مواجهة اليوم ستكون صعبة ونارية جدا في أولى مباريات كأس العالم للأندية. إن شاء الله الفوز يكون حليف النادي الأهلي بإذن الله، ويقدم مباراة كبيرة جدا ويفوز بهذا اللقب. تشكيل الأهلي المتوقع لهذه المواجهة جاء كالتالي: في حراسة المرمى طبعا محمد الشناوي ودي لا خلاف عليها. في خط الدفاع محمد هاني باك رايت، وعلي معلول باك ليفت. في قلبين دفاع وهما محمود متولي ومحمد عبد المنعم، رغم ان هو لسه راجع من اصابه، ولكن هو بنسبه كبيره هيبدا ويعتمد عليه كولر مع محمود متولي في بدايه المباراه. في الوسط عمرو السولية بنسبة كبيرة هو وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة، وهيحتفظ بحمدي فتحي على الدكة وهي ورقة رابحة جدا. وممكن يبدأ بحمدي فتحي برضو لأن هو لسه راجع السولية من إصابة بسيطة، وكمان حمدي في المباريات الماضية قدم يعني مستوى رائع جدا، فممكن يبدأ بحمدي، ولكن أتوقع إن هو يبدأ بالسولية في البداية. بعد كده في الهجوم في اليمين حسين الشحات، رغم ان هو لسه راجع برضه من اصابه بسيطه، ولكن اعتقد ان هو هيبدا بيه. وعلى الشمال احمد عبد القادر. وراس الحربة عندك خيارين او ثلاث خيارات، يعني في راس الحربة هم محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا، وكمان عندك بيرسي تاو. ولكن بيرسي تاو لسه راجع من اصابه بقاله فتره ما لعبش، فهيبتدي اعتقد بمحمد شريف، وبرضه يحتفظ بكهرباء ورقة رابحة على دكة البدلاء. ده التشكيل الخاص والمتوقع بنسبة كبيرة للقاء النادي الأهلي اليوم أمام أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية. إن شاء الله الأهلي يقدر يفوز في هذا اللقاء. القنوات الناقلة لهذه المواجهة وهي قناة المغربية الرياضية الأرضية وقناة اس اس سي السعودية المشفرة. وطبعا القناتين مش هيتعرضوا في مصر، تمام؟ دي قناة المغربية تبع المغرب، ودي قناة السعودية ودي مشفرة طبعا، فبالتالي مش هتتذاع على النايل سات في مصر. فطبعا أغلبيتنا نتجه كلنا طبعا للبرامج والمواقع اللي هي بتاعت الماتشات. وإن شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي في هذه المواجهة. انتظرونا في الحلقة القادمة بعد المباراة بإذن الله، وإن شاء الله تكون حلقة كويسة بإذن الله، ونفرح كلنا بفوز النادي الأهلي وتخطي عقبة وهذه المواجهة الصعبة أمام أوكلاند سيتي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.